الفيديو هيكون كله استغفر الله العظيم. في واحدة ما اعرفش اسمها ايه، هحط صورتها دلوقتي، بتتكلم عن حاجة اسمها المشاركة، او مش فاكر اسمها ايه، يعني فيما معناه يعني استغفر الله العظيم يا رب، من تبادل الناس اللي متجوزة مع بعض. يعني هي بتقترح، هي اقتراح بتقول فيها ايه لو 4 أو 5 متجوزين مع بعض واستغفر الله العظيم يا رب يكون في بينهم تبادل كده. فالمهم هي لما اتزنقت يعني قعدت تقول لا انا ما كنتش انا بتكلم وكده، انا كنت بحكي عن مجتمع تاني او عن ناس تانيين حاجه زي كده، ولكن ده ما حصلش. يعني هي لما لقيت هجوم عليها في الفيديو ولقيت ان في ناس كتير ممنشنه لوزاره الداخليه، فقالت تبرر نفسها قبل ما تتمسك، والحمد لله اتمسكت يعني. فهي كانت بتتكلم عن ايه بقى؟ استغفر الله العظيم. ان ال4 أو 5 مثلا يكونوا متجوزين، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، الفيديو هيكون كله استغفر الله العظيم. المهم يعني ان استغفر الله العظيم يكون مثلا 5 متجوزين زي ما انا قلت، لخبطيطه بقى، ده مع ده، دي مع دي، والكلام العبيط دوت اللي انتوا عارفينه. فدي حاجه الحمد لله يعني مش موجوده في الدين ولا موجوده في المجتمع بتاعنا العربي او الاسلامي او الشرق الاوسط عامه، يعني الحمد لله. ف كانت هي الاستاذه المعروض عليها دلوقتي يعني بتقترح اقتراحات جميله جدا على كلامها. بتقول ايه؟ هو موقف بيضحك والله، كلامها بيضحك جدا يعني. بتقول يعني المبررات اللي هي بتقوله دوت ان هو لما 5 مثلا يتجوزوا مع بعض وكده ولخبطيطه، فمقترحاتها الجميله ان لو مثلا انت كراجل او كزوجه، لو كزوجه مثلا زهقت من جوزك، او كراجل زهقت من مراتك، ممكن تبدل، تروح عند دي، تروح عند رقم 2، تروح عند رقم 3، تروح عند رقم 4، وهكذا يعني. فاهم؟ لو انت كل واحد ليه بيت يعني مثلا وكده، فانا النهارده طلبت معايا اروح للشخص الفلاني، اخبط عليه كده اقول له حسين عامل ايه يا حسين، ايه الاخبار؟ يقول له تمام يا حبيبي اتفضل، مراتك موجوده؟ هيقول له هو مستنياك جوه. طب تحب اعمل لكم عصير ولا حاجه؟ لا انا عايز مراتك شويه كده بس في كلمتين وكده يعني. فتخيل تبقى انت راجل بشرابات كده طول بعرض، واحد يخبط يقول لك مراتك عايزها في موضوع كده، وتقول له بقرنينك كده الحلوين الكبار دول، اتفضل يا باشا مستنياك جوه. والله العظيم دي حاجه مصيبه، حاجه تخيب. وبعد ما تخلص خالص، او بعد ما هو يخلص يعني، يقول له انا مستنيك في البيت تجي لي بقى ترد الزياره، يقول له حبيبي حضر مراتك انا جاي لك. والله العظيم دي حاجه غريبه يعني. تخيل اصلا الحيوانات نفسهم ما عندهمش الفكره ديت، يعني الفكره دي مش موجوده عندهم. يعني مثلا لما يكون في قانون الغابه مثلا الاسود وكده، ما ينفعش اسد يدخل يتجوز من قبيله تانية يعني، تمام، الا لما يعمل حاجتين: اول حاجه يطرد الاسد المسيطر اللي هو قائد القبيله ديت، يطرده او يقتله، تمام، ويمسك هو مكانه. ولو اولاده لسه موجودين اشبال بيقتلهم عشان خاطر هو ياخد مكانه. خلاص انا الراجل وانا المسيطر على القبيله ديت، فما ينفعش يكون اي نسل من اي حد تاني موجود غيري انا بس. فحتى الحيوانات المبدأ ده، الاختلاط والتبادل والهبل العبيط ده، مش موجود عندهم. من ضمن الحاجات التانية برضو الحلوة اللي هي بتقولها يعني، استغفر الله العظيم، ان هي بتقول وهتبقى حاجة حلوة جدا ان الولد ما يعرفش من ابوه. يا راجل يا جدع، يعني ايه ما يعرفش من ابوه؟ يعني هو ايه يعني؟ شبه القطط اللي في الشارع والكلاب اللي في الشارع، ان هو ايه؟ مش فاهم. ده ابن دوت، وده يقول لي دوت يا بابا، وده يقول لي إيه. طب حتى في السجل المدني هيتسجل ايه؟ هيتسجل مثلا مش عارف الاسم، مثلا علي ابن مينا ابن محمد ابن ابراهيم ابن جرجس ابن اسماعيل، ايه ده؟ يعني هيتسجل ازاي وهينادوله ازاي وهيعملوه ازاي؟ يعني مش فاهم يعني هو ابن مين فيهم اصلا. لو هنتكلم علميا على الحمض النووي هيعرف هو تبع مين، لكن بنتكلم في الورقه والقلم والكتابه والكلام ده، ايه الهبل ده؟ ففي بقى عتاب عليها لانها اقترحت حاجه، او من ضمن المبررات الجميله اللي هي بتقولها، ففي حاجه انا بعاتبها عليها بصراحه وهي غلطانه فيها. دي الحاجه الوحيده اللي غلطانه فيها. ايه بقى؟ إن بتقول لك إن ومن ناحية الماديات مش هيبقى في مشكلة، لإن كل بيت هيصرف عليه 5. طب هم 5 على 5 بيوت، يعني كل واحد يصرف على كل بيت، يعني واحد قصاد كل بيت، فطبيعي يعني. فأنتِ لأ، عقلِك في الحتة ديّة حسابيًا مش مضبوط بصراحة، فأنا بالومِك على الحتة دي. وبس في حاجة تانية برضه لو فكرنا فيها، يعني مثلًا دلوقتي لو إن واحد منهم قرر مثلًا مش هاشتغل، أو مش مثلًا مش هاصرف على البيت أو كده، بما إن خلاص كل حاجة عندهم غلط وكده يعني، فأنا خلاص مش هاصرف على البيت، مش أنا والله، مش أنا، هو يعني الشخصية ديّة يعني. ففي واحد منهم هيتظلم، في واحد كده يصرف على بيتين، في واحد منهم كده هيزعل وهيتضايق، والراجل ده هيكون استغفر الله العظيم اللي عليه راجل، أصلًا هو مش راجل، بس هيبقى متضايق لإن هو بيصرف على بيتين، وفي واحد منهم دخل بمجهوده، يعني مش ما بيصرفش ماديًا كده. أنتم بتقولوا إيه يا جماعة؟ أنتم بتفكروا إزاي والّا بتقولوا إيه؟ في إيه والله؟ والله في إيه والله؟ بجد هي دماغ النسوية وصلت للهري دوّة، ربنا يرحمنا.